بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى. ده نديكم المختصر المفيد. الكلام قال لكم كثير. مختصر الكلام ان احنا الان بنواجه في عدو قاعد قدامنا. هنا في البلد دي جوا عندنا اعراضنا، ابواتنا، امهاتنا، اخواننا، اخواتنا، بناتنا، اولادنا، حريمنا، دي هنا بقى في عرضنا هنا الان. يعني المسألة بتاعت انه انا اكون متكل على مثلا زوج شايل سلاح يحميني انا نايم في بيتنا، ده تاني مبدأ. الله اكبر. احنا الان بنحارب لنا في كمية من الدول كلها جابوا المرتزقة بتاعنا وخدوها لنا جوا هنا، لكن بإذن الواحد الواحد نحن قادرين عليهم. في شنو؟ قادرين عليهم نحن لما نتحد مع اخواننا في القوات المسلحة، ونحن كابناء بلد ناس قريبة على بلدها نتحد كلنا سوا، وعزة الجلالة وافريقيا كلها يتلمت ما بتعزيز. الآن أنا بتمنى من رب سبحانه وتعالى إنه حماسكم ده يكون إن شاء الله حقيقي. دي حاجة أنا الآن شايفها في وشوشكم، يعني دي حاجة حقيقية منكم. الآن عملنا خطوة لقدام زي ما بقولوا، خطوة إيجابية. اختصرنا الجوطة والنظم الكثير ده كله، مشان الاخوان في القوات المسلحه ديل ما قصروا معنا الحمد لله. الان انا شخصيا رجعت زي ما بيقولوا للقوات المسلحه، لكن اخترت اني انا اشتغل مع اخواننا المستنفرين والمقاومه الشعبيه. الحاجه الثالثه نحن الان عملنا قوات اسمها قوات المهام الخاصه بالنسبه للمنطقه هنا. قوات المهام الخاصة دي المختصر المفيد، الغرض حماية الأرض والعرض. الله أكبر. حماية شنو؟ الأرض والعرض. حماية شنو؟ الأرض والعرض. حماية شنو؟ الأرض والعرض. وعملنا شعارنا اسمه شجاعة، تصميم، تضحية. الله أكبر.